النهارده هناخد جولة داخل جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، وأعرفكم على أهم الإنجازات وأهم المشاركات اللي بتشاركها وزارة الشباب والرياضة بالمعرض السنة دي، وإيه كمان الجديد والمختلف على السنين اللي فاتت. زي ما تعودنا إن وزارة الشباب والرياضة بتقدم كل ما هو جديد بيخدم النشء وبيخدم الشباب وبيخدم العامة من الجمهور، بما إن هم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع. فالسنة دي احنا مقدمين خدمة متنوعة فنية وثقافية وعلمية ورياضية كمان، بنناقش فيها كل القضايا اللي ممكن تقابلنا في المجتمع واللي بتهم النشء والشباب واللي بتهم الأسرة المصرية كلها. الورش بتاعتنا متعددة جدا، منها ورش فنية زي عندنا فن الريزن والكونكريت وأشغال فنية للأطفال الصغيرين، وبنعلم الولاد الآلات الموسيقية، آلات البند والإيقاع. بنعلم الولاد فن السيراميك وإزاي يعملوا الأشكال المتنوعة منها، ده على الشق الفني. أما بالنسبة للشق الثقافي عندنا مشاركات عديدة من جميع الإدارات المركزية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، علشان نعرف العامة من الجمهور أهم الإنجازات اللي بتقدمها وزارة الشباب والرياضة للنشء وللشباب. يوميا عندنا حلقات نقاشية متنوعة بتهدف لان احنا نبين ونبرز اهميه وجود وزاره الشباب والرياضه في معرض القاهره الدولي للكتاب، وانه علامه فارقه جدا 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 في ان احنا نعرف ايه هي الخدمات اللي بتقدمها الوزاره. عندنا مشاركات متنوعه من خلال وزاره الاوقاف المصريه، بندي ندوات يوميه عن الدين الحنيف والمعاملات داخل الاسره والفكر المتطرف وازاي نحاربه، وازاي نحفظ ولادنا من التدخل التكنولوجي اللي سيطر على حياتنا بشكل كبير. من ناحية تانية كمان عندنا الشق الرياضي والاهتمام بالرياضيين، وكمان عندنا من الورشات المتنوعة في المعرض السنة دي واللي كانت جديدة جدا ولقت قبول كبير قوي من رواد المعرض، هي ورشة الانبادي، لان احنا محتاجين جدا ان احنا نعيش حياة صحية سليمة بعيدة عن الأمراض المزمنة زي السمنة أو النحافة. فده عملناه بشكل جديد في المعرض السنة دي علشان ندي فرصة للرواد المعرض من الجمهور إن هم يتعرفوا إيه اللايف ستايل المفروض إن هم يعيشوا عليه، وإيه هي العادات السليمة في التغذية اللي المفروض نتبعها خلال حياتنا منعا لحدوث أي أمراض مزمنة. طبعا في مشاركات كتيرة جدا جدا واقبال كبير جدا جدا على جناح الوزارة السنة دي، والمتميز السنة دي الاقبال بتاع الجمهور نفسه والوعي الكبير اللي هم فيه واللي عايزين يحصلوا على المعرفة الكاملة عن ما هو جديد في المعرض وما هو بيميز وزارة الشباب والرياضة.
وطبعا نتمنى كل سنة ونوعدكم كل سنة بكل ما هو جديد ومتميز عن أي سنين فاتت بإذن الله. كل سنة بنعرض أنشطة جديدة ومتنوعة للعامة من رواد المعرض، سواء نشء أو شباب أو الأسرة المصرية بشكل عام. وكمان حاولنا ان احنا نحسن ندخل بعض الأنشطة اللي بتساعد الشباب على تحسين الدخل الاقتصادي، زي تعليمهم الحرف اليدوية زي الريزن والكونكريت، لأن ده المجال المنتشر الفترة دي، وإزاي يقدروا يسوقوا نفسهم وإزاي يقدروا يعملوا الشغل والبزنس الخاص بيهم بشكل متميز. وده اللي حضراتكم ممكن تلاقوه معانا في جناح وزارة الشباب والرياضة من خلال الورش الفنية اللي بنأديها. طبعا ده غير المشاركات المتنوعة من إدارة البرلمان والتعليم المدني لتعريف العامة من الجمهور بأهمية الأنشطة اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة، وإزاي نوصل للخدمة دي وإزاي ننتفع بيها، بالإضافة إلى الإدارة المركزية لتنمية النشء وتنمية الشباب والتنمية الرياضية. كل دول أصروا السنة دي إن إحنا لازم يبقى لنا وجود متميز مختلف عن أي سنة فاتت، بإن إحنا يبقى فيه وعي رياضي أكتر من السنين اللي فاتت. عندنا ندوات وورش توعوية عن مخاطر الإنترنت، لأن احنا بشكل كبير عايزين نشد ولادنا للرجوع تاني للكتاب والقصة، وإن احنا يبقى عندنا المجلدات الورقية الجميلة اللي بنلجأ لها في أي وقت علشان نطلع وعلشان ثقافتنا تزيد. ومن هنا بنشجع النشء والشباب على الرجوع للقراءة مرة أخرى والخروج من الحيز الإلكتروني اللي احنا بقينا موجودين فيه الفترة دي، ومن الوقت السريع. ان احنا لازم يبقى عندنا وقت للاطلاع، لازم يبقى عندنا وقت للثقافة. من خلال ده كله احنا بنوجه الجمهور من رواد المعرض ان هم يبقى ليهم الكارير بتاعهم، وان هم يرجعوا تاني للثقافة الجميلة من خلال الكتيبات الورقية اللي احنا بنتعامل عليها. وزارة الشباب والرياضة السنة دي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56 قدمت العديد من الورش المتنوعة الجديدة المتميزة عن الأعوام السابقة، بمشاركاتها اللي دايما زي ما تعودنا ان هي بتقدم لنا كل جديد داخل جناح معرض وزارة الشباب والرياضة. في معرض القاهرة الدولي للكتاب ان احنا قدمنا العديد من الورش اللي بتهم الصحة العامة للجمهور، وان احنا لازم نهتم بالصحة الرياضية والتغذية السليمة. وايضا عندنا الورش الفنية بتاعتنا ما اقتصرتش بس على الورش للاطفال، لا كمان الورش بقت مخصصة للشباب، وان هم ازاي يعملوا الكارير بتاعهم وازاي يقدروا يعملوا البيزنس بتاعهم من خلال ورش فنية متنوعة بتقدمها وزارة الشباب والرياضة. المواضيع المجتمعية اللي بيتم مناقشتها من خلال وزارة الأوقاف هي مواضيع حيوية بتقابلنا كلنا في حياتنا العامة والخاصة، فحاولنا نناقش ده وندي المهارة وطبعا والخبرة اللي محتاجينها في حياتنا من خلال مشايخ ووعظات وزارة الأوقاف، من خلال الندوات اللي بيتم تقديمها في الجناح الخاص بوزارة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56.
احنا في المعرض النهارده علشان جزء خاص مهم جدا بالاعداد النفسي للرياضيين. والجزء الاعداد النفسي ده بيلعب دور بالغ جدا في تطوير الاداء وتحقيق الانجازات. وزي ما احنا عارفين او زي الجزء الخاص، كتير قوي بنلاقي الناس تلعب في المنافسات والبطولات والماتشات، وبعد كده نبص نلاقي ايه، ما جابوش نتيجه. طب ما جابوش نتيجه ليه؟ ففي عامل نفسي دخل مهم جدا، هو بيلعب دور كبير جدا، بيشيل بيخفض التوتر والقلق من اللاعبين والعمليات المرتبطه بالخوف والغضب والحاجات دي. وبالتالي من ملاحظه معالي وزير الشباب والرياضه لما سافر دوره طوكيو 2020، لقى ان اللاعبين بتوعنا كان ممكن يعملوا جزء افضل لو ان هم كانوا خدوا اعداد نفسي كافي. خلال وجودنا هنا في المعرض عاوزين نلقي الضوء على الجزء الخاص بالاعداد النفسي ودوره في تطوير الاداء وخفض التوتر من اللاعبين. الجزء دوت زي ما انتم عارفين وزي ما احنا شفنا، وبدات ثمار هذا المشروع تطلع في ان كل المعدين اتوزعوا على مراكز التدريب للمحافظه، في المحافظات، في مراكز التدريب الخاصه بوزاره الشباب والرياضه. وبدات تبان دلوقتي ثمار هذا المشروع من خلال الانجازات على المستوى العالمي للشباب. والجزء دوت مهم جدا، ربنا يوفق. واحنا جايين في المعرض علشان نعمل توعيه حول هذا المشروع وحول هذا الاعداد النفسي الرياضي للرياضيين. جناح الطفل السنه دي عندنا العديد من الانشطه المميزه في المعرض. عندنا الركن القولي في مجموعه من البرامج اللي بتقدمها الهيئه العامه للكتاب برئاسه الدكتور احمد بهي الدين، وكمان المركز القومي لثقافه الطفل برئاسه الاستاذ احمد عبد العليم. عندنا برنامج حكايات الانتصار اللي بيهدف ان احنا نعزز الهويه الوطنيه والانتماء عند اطفالنا من خلال حكايات الابطال على مر تاريخ مصر وعصورها المختلفه. مصر ذاخره بالابطال وببطولاتهم اللي دايما خالده في اذهان العالم على مر التاريخ، فاحنا بنحاول نبسطها نقدمها للاطفال بشكل متخصص من خلال مجموعه من المتخصصين في ورش الحكي وكمان فنون العرائس. بنعتمد على ان يبقى معانا عرائس بتحكي كمان بطولات مصر عشان نوصل لاكبر فئه عمريه من الاطفال، كمان مع اختلاف اعمارهم من صغرهم لكبيرهم بشكل متخصص. عندنا كمان برنامج تكريم مسيره اللي السنه دي وده السنه اللي فاتت تم تدشينه. السنه دي كمان بنكمل للعام الثاني على التوالي، بنكرم كل من اسهم في ثقافه الطفل في مصر من كتاب وفنانين وعاملين في مجال ثقافه الطفل، عشان نقول للاطفال ان مصر ذاخره برضو برموز نقدر نقتدي بيها ونقدر نبقى زيهم ناجحين. بنكرم السنه دي الشاعر عبد الستار الدش، بنكرم السيناريست مجدي صابر، ماما نعم الباز، بنكرم العديد، الفنان عادل البطراوي، مجموعه كبيره من اللي اثروا ثقافه الطفل في مصر بالتعاون مع الهيئه العامه لاصول الثقافه والهيئه العامه للكتاب طبعا والمركز. بنحكي عن اعمالهم، بنوري الاطفال تاريخهم الحافل. كمان معانا الكاتبه عواطف الشربيني اللي بنشرف احنا بنكرمها السنه دي، قدمت العديد من الاعمال للاطفال الناجحه واللي هتظل في ذاكرتنا كلنا. عندنا كمان مجموعه متنوعه من ورش التفاعليه، عندنا مجموعه متنوعه من الورش الفنون التشكيليه المختلفه اللي السنه دي كمان فيها اضافات كبيره جدا. وصلنا لحد ان احنا يبقى عندنا طرق على النحاس بتقدمه الهيئه العامه لاصول الثقافه، وده كان جديد. والمبهر والجميل في الموضوع ان الاطفال حبوا الموضوع جدا، وشفنا الاطفال وهم ماسكين الادوات المختلفه للطرق على النحاس وازاي يشتغلوا بايديهم، مش بجد يتعلموا نظري من خلال الفنان بس، لا ده بداوا ينفذوا بايديهم طرق على النحاس. ودي حاجات من الحرف كمان اللي احنا بنعلمها لاطفالنا عشان نحافظ عليها من الاندثار والاطفال يقدروا يستفيدوا بيها ويقدموا منتجات كبيره جدا. عندنا
عندنا كمان صالون جائزه الدوله للمبدع الصغير اللي بنعمل فيه لقاءات مع الفايزين بجائزه الدوله للمبدع الصغير اللي بتقام تحت رعايه السيده انتصار السيسي بالتعاون مع امانه جائزه الدوله للمبدع الصغير بالمجلس الاعلى للثقافه. بنجيب الاطفال الفايزين من كل محافظات مصر، بنجيبهم سواء في مجال الشعر، في مجال القصه، في مجال المسرح، بيقدموا ابداعاتهم للاطفال، بيبسطوها، بيكونوا نموذج وقدوه للاطفال انهم يحتذوا بيهم ويبقوا مبدعين زيهم، وكمان بيقولوا لهم نصايحهم ازاي ان هم يقدروا يكتبوا وازاي يقدروا فنانين. وبالمناسبه ان الكتب دي كمان بيتعاون فيها الفايزين بجائزه الدوله في الرسم، هم كمان اللي بيرسموا للفايزين بجائزه الدوله في مجال الادبي. اتطوع في برنامج انا متطوع التابع لوزاره الشباب والرياضه. حابه في البدايه اخدكم على جوله سريعه للمعرض. المعرض عندنا متكون من 5 قاعات وقاعه اضافيه هكلمكم بالظبط بيكون فيها ايه. اول قاعه عندنا فيها اجنحه هيئات وزاره الثقافه زي المركز القومي للترجمه والمجلس الاعلى للثقافه والاوبرا ودار الكتاب. كمان عندنا قاعه 2 موجود فيها قاعه 2 دور النشر الكتب الاجنبيه. قاعه 3 عندنا فيها أجنحة الدول والهيئات الرسمية والوزارات. عندنا قاعة 4 فيها جناح الأزهر ودور النشر الدينية. وقاعة 5 فيها كل كتب وأنشطة الطفل. الجديد عندنا في المعرض السنة دي هو قاعة 6. قاعة 6 موجود فيها سور الأسبكية والكتب الأجنبية ذات الأسعار المخفضة. المعرض كمان مناسب لجميع فئات الشعب المصري، هو مش مقتصر على فئة معينة. زي ما أنا قلت احنا عندنا في قاعة مخصصة للطفل موجود فيها كل أنشطة الطفل، كمان موجود فيها جميع الكتب اللي بتنمي مهارات الطفل والكتب المدرسيه. في عندنا كمان الكتب الدينيه، في عندنا كمان الروايات والكتب اللي هي بتثقف تطوير الذات والنفس. في عندنا جميع انواع الكتب اللي بتناسب جميع الفئات وكل واحد يقدر يختار اللي هو عايزه. دورنا كمتطوعين احنا هنا في المعرض بنساعد الزوار على ان هم يعني بنوجههم للاماكن المناسبه لشراء الكتب اللي هم عايزينها. مثلا لو في حد محتاج حاجه احنا بنساعده، لو حد بيبحث عن دار نشر معينه احنا بنبحث عليها وبنوجهه للمكان الصح بتاعها. لو حد عايز كتاب معين انا ممكن ابحث له كمان عن اسم الكتاب واقول له هو موجود في انهي قاعه وانهي جناح بالتحديد. زي ما انا قلت احنا عندنا السنه دي الجديد هو قاعه 6 موجود فيها السور الاسبكيه وكتب الكتب الاجنبيه ذات السعر المخفض. المعرض عندنا انا كنت اول يوم المعرض كان عليه اقبال كبير جدا جدا. انا نزلت اول يوم المعرض كان يوم الجمعه، كان عليه اقبال كبير جدا من جميع الفئات. وكمان النهارده انا كنت برضو من دوري ان انا كنت واقفه اشراف على البوابه، وفعلا المعرض لسه ما زال فيه اقبال مستمر من جميع الفئات برضو. انا بصراحه يعني افتخر جدا اني انا في برنامج انا متطوع التابع لوزاره الشباب والرياضه، وبشكرهم ان هم اتاحوا لي فرصه المشاركه في البرنامج ده، لان هو فعلا يعني بيساعدني على حاجات كتير. وانا يعني برغم ان دي اول تجربه ليا بس انا مستمتعه بيها، وده تاني يوم ليا بس انا فعلا اتعلمت منه حاجات كتيره جدا، واتعاملت مع ناس كتير مختلفه، اتعلمت الانضباط والالتزام. اتعلمت فعلا فيه حاجات كتيره جدا جدا. في ظل عالم التكنولوجيا المليء بالاجهزه الهاتف والموبايل والانترنت، المعرض لسه برضو معانا كل سنه بالدوره بتاعته الجديده، الدوره اللي بيكون فيها جميع انواع الكتب، كتب مختلفه جدا بتناسب كل واحد على حسب التوجهات بتاعته. عندنا الكتب الدينيه، كتب تطوير الذات، عندنا الروايات، عندنا كتب الاطفال، عندنا كمان الكتب الاجنبيه اللي بتساعد على تطوير اللغات لمختلف الشباب. فالمعرض مازال بيعمل على توعيه الشباب باهميه القراءه، بينشر الثقافه، بيعمل على توسيع مداركنا على جميع الجهات. المعرض يعني هو فعلا فرصه كويسه جدا جدا لكل حد، كل شاب بيحب القراءه، كل شاب عايز ينمي من مهاراته ويطور من افقه. المعرض كمان عندنا بعيدا عن ان هو بيمثل بس مجرد للقراءه او للكتب، بيتيح فرصه كتب، هو فرصه فسحه كويسه جدا جدا لجميع الاسر المصريه.
زي ما احنا عارفين هو مليان قاعات كتيره جدا مختلفه، مليان كتب مختلفه. ممكن نيجي نقضي فيه يوم جميل جدا كويس مع اسرتنا، ونرجع تاني شعور الدفء بعيدا عن الموبايلات، وان كل الاسر بقت منعزله مع الموبايل. نقدر ان احنا نيجي كأن ناخده ننتهز ان هو فسحه كويسه لينا، نختار كتب كويسه بتناسب شخصياتنا، كتب لتربيه الاطفال، كتب لتطوير مهاراتنا. نقدر ان احنا نتفسح ونخرج ونشوف برضو حوالينا كم الناس اللي لسه مهتمه بالقراءه، وان احنا مش بس مقتصرين على استخدام اجهزه الهاتف المحمول والانترنت، لا لسه القراءه والكتب بتلعب دور مهم جدا في المجتمع بتاعنا. فالمعرض فعلا يعني كلنا عارفين ان هو اكبر حدث في الشرق الاوسط، فيعني احنا فعلا دي فرصه كويسه جدا عشان ينتهزها كل الشعب المصري ويساعد على تطوير مهاراته وشخصيته. المعرض السنه دي فيه مميزات كتيره وجميله جدا الحقيقه. اولها ان احنا نقلنا الوصول الازبكيه لقاعه 6، عملنا له قاعه مخصوص. هو كان عامل تكدس من الزوار كبير جدا، الاقبال كان شديد جدا. الحقيقه الاقبال السنه دي برضو رائع، احنا كاسرين حاجز 400,000، ده شيء يسعدنا جدا. من مميزات المعرض السنه دي برضو ان في تشكيله واسعه ومختلفه جدا من الكتب، وده الحقيقه عامل اقبال لجميع الفئات العمريه سواء مصريين او اجانب. بنتعامل حرفيا مع جميع الفئات وجميع الاعمار، ودورنا كمنظمين ان احنا نرشدهم للمكان اللي هم عايزينه، للجناح اللي هم عايزينه، لنوعيه الكتب اللي هم عايزينها. نوعيه الكتب مثلا بتتمثل في كل حاجه، في روايات سواء عربي او اجنبي، في كتب دينيه زي جناح الازهر، في كتب للاطفال، في قاعه كامله للاطفال بجميع نشاطاتها.